ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم البسبوسه وتركات البسبوسه اللي بنشتريها من بره وبنقول احنا ليه البسبوسه بتاعتنا ما بتطلعش حلوه زي اللي بنشتريها، طعم وريحه ولون وكل حاجه. هنشوف مع بعض التركات اللي احنا ممكن نعملها والاخطاء اللي كنا بنقع فيها واحده واحده. يلا بينا، تعالوا نروح على المطبخ ونشوف البسبوسة بتاعتنا ومكوناتها، لأن مكوناتها الأساسية هي دي اللي هتخلي البسبوسة زي ما انتوا شايفين كده، محببة، يعني زي ما هي. بصوا تحسوا ان هي كل حباية سميد مش ملتوتة بصوا شكلها بيتكلم، يعني انا مش عارفة اقول لكم ايه، بس شكلها تحفة تحفة تحفة. وتعالوا يلا بينا واحدة واحدة كده هنشوف. أهلا بكم في قناة نوجات لأشهى الحلويات والمأكولات. واحدة واحدة كده هنشوف هنعمل ايه. انا هجيب بولة، وحطيت في البولة دي 3 كوبايات او 3 مجات من السميد اللي هو السايب مش الأكياس، ومعلهوش اي حاجة، ولا حطيت عليه فانيليا ولا حطيت عليه اي حاجة خالص. ومش هنحط بيكنج باودر لان احنا مش هنعمل كيكة، احنا هنعمل بسبوسة. هنشوف دلوقتي التركات بتاعتنا. ادي 3 كوبايات من السميد، هننزل عليهم بالسمنة بتاعتنا. وطبعا البسبوسة يعني سمنة، يعني نقي سمنة طعمها وريحتها حلوة. هنحط تلتين، المعيار بتاعي ده هنحط بيه تلتين، ادي تلت، وهننزل كمان بالتلت التاني. وهنحاول ان احنا نغلف حبيبات البسبوسة دي او السميد دوت بالسمنة بتاعتنا. وكمان زودت معلقة، يعني تلتين ومعلقة. تمام، تلتين اللي هو اللي هو المعيار بتاعنا دوت مرتين، وكمان زيادة معلقة. المهم ان احنا لما نغلف البسبوسة بتاعتنا ما نعجنهاش، احنا يدوب بس كده نقلبها بحيث ان السمنة تتشرب ويتشربها الحبات السميد من غير عجن، مش محتاجين عجن كتير، يعني تقليب كده لغاية ما بس تحسي ان كل السميد بتاعك اتشرب السمنة. تمام كده. وبعدين هنبتدي نجيب باقي المقادير بتاعتنا. انا عندي برد وصوتي انا يعني متغير، فدعواتكم معايا بالشفا ان شاء الله. وما تنسوش اللايك بتاعي، ولو كومنت حلو يبقى كتر الف خيركم. ويلا بينا نكمل المقادير بتاعتنا. كده خلاص قلبناها. انا بقول واحدة واحدة علشان تشوفوا المقادير بتاعتنا وما تقولوش ايه حاجة راحت منكم. وجبنا كمان تلت كوب من جوزة الهند الناعم، وبرده يدوب هنقلبه تقلبتين كده، مش هنعجن ولا اي حاجة، تقلبتين كده يدوب تختفي بس ايه في قلب الحبيبات السميد بتاعنا. وهنركنها على جنب زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنجيب طبق فاضي او بولة تانية فاضية، هنحط فيها 250 جرام سكر، يعني كوباية، وممكن تحطي كوباية وربع لو انت بتحبيها مسكرة قوي. هتحطي كوباية وربع او كوباية، وهتحطي عليها تلت كوباية من العسل بتاع اللي احنا بنعمله السيرب، ولكن المركز اللي هو زي بتاع الكنافة تقيل. وعليه تلتين كوباية لبن، تلتين برضو بالمعيار اللي هو التلت بتاعنا ده بنعمل بيه مرتين. تمام. وهندوبهم كويس قوي مع بعض لغاية ما السكر بتاعنا يدوب خالص. وبعدين ممكن تسخنيها على النار، يعني مش تسخنيها، تخليها دافية، يعني تقدري تحطي صباعك فيها وتستحمليه. يا اما هتدفيها في الميكرويف يا اما هتحطيها على النار. انا حطيتها في الميكرويف شوية ورحت مخرجاها، وهنسقي بيها البسبوسة بتاعتنا. وبرضو مش هنعجن، تقليب خفيف كده علشان تتشرب البسبوسة بالعسل اللي احنا عملناه واللبن دوت. ودي طريقة يعني طريقة البسبوسة نمرة 1 في المحلات كلها، اللي هي المحلات اللي احنا بنجيب منها البسبوسة وبتعجبنا، بنقول طعم وريحة وكل حاجة.
بصوا هي لازم تبقى طرية كده، هي مش هتبقى ناشفة، هتبقى سايلة شوية. هنديها برضو تقليبة وخلاص، وهنركنها لغاية ما نجيب الصينية بتاعتنا وندهنها بالسمنة كويس قوي من الحروف ومن تحت من القاعدة بتاعتها، علشان وياريت السمنة بتاعتنا نتأكد انها في كل مكان في الصينية علشان ما تلزقش مننا. والصينية بتاعتنا هتكون مقاس 32، والصينية بتاعتنا ما تكونش ليها سور عالي، صينية بسور واطي علشان البسبوسة مش عايزة صينية بسور عالي. تمام كده خلاص خلصناها. نجيب الصينية بتاعتنا ونفرد فيها السمنة، نفردها كويس جدا، وبعدين ننزل عليها بالخليط الجميل اللي احنا عملناه، اللي احنا ما عجناهوش ده، اللي احنا مقلبينه بس كده. ايوه الدنيا بقى عمالة انا اشوط هنا واشوط هنا. وقت التصوير ده الواحد بيبقى ملخوم. بتعملي الحاجة بحب بس انتي ملخومة، لكن انتي لو مش بتصوري الموضوع هيبقى سهل جدا في ايدك، وحطي ده على ده على ده، تك 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 تك، هتخلصي بسرعة. لكن التصوير طبعا بياخد مننا شوية مجهود وشوية يعني اهتمام بشوية حاجات كده. خلاص كده دهناها خلاص الصينية بتاعتنا، وقلنا الصينية بتاعتنا مقاس 32. هننزل عليها بالخليط الجميل اللي احنا عملناه بتاع البسبوسة. خدوا بالكم ان انا ما حطيتش بيكنج باودر علشان احنا مش بنعمل كيكة. اللي هيخليها ترتفع معاكي وتفرق معاكي انك بعد ما نفردها في الصينية هنحطها في التلاجة ربع ساعة، 10 دقايق، ربع ساعة، ترتاح بس في التلاجة. وده هيفرق معاكي يعني هيفرق معاكي جامد، وهتشوفي النتيجة وهي بتستوي. هنفردها، ولو عايزة عندك بندق، عندك لوز، عايزة تحطيه على الوش حطي، عايزاها بسبوسة سادة وكل الناس اغلبها بتحبها سادة وماله، اهلا وسهلا. انا كده بحاول افردها تكون بمقاس واحد، يعني الحتة العالية شيلي منها، حطي في الحتة المنخفضة شوية، واضربيها كده ضربتين على الرخامة بتاعتك علشان كلها تبقى مظبوطة. بصوا هنا المقاس كلها عقلة واحدة، يعني نص عقلة صباع كده، مفيش نص سنتي يعني. بس خلاص كده هنوديها التلاجة ترتاح شوية، وبعدين ادخلها الفرن. هتحطيها 10 دقايق، ربع ساعة في التلاجة، وده هيفرق معاكي قوي. وبعدين هنحطها في الفرن، ولما تستوي هتتفرجوا على القمرة المنورة دي. احلى بسبوسة واطعم بسبوسة، وصدقوني هتدعولي لما تعملوها، طعم وريحة وكل حاجة. الشربات بتاعنا او السيرب بتاعنا اللي احنا هنعمله، هنعمل 1.5 كوباية من السكر وكوباية ونص من المية، وبعد ما يغلو مدة 5 دقايق هنحط عصرة ليمونة. وبعدين انا حطيت ربع معلقة صغيرة من الزبدة عليها، او السمنة البلدي اللي عندك اللي موجود متوفر. ولازم تبقى خفيفة، ما نسيبهاش تغلي كتير، علشان احنا عايزين الشربات بتاعنا زي المية كده، زي ما انتوا شايفين، مش عايزينه تقيل. تمام كده. طبعا احنا جوه البسبوسه حطينا السكر اللي انتوا شايفينه، حاطين 1 كوباية سكر او 1 كوباية وربع سكر. بس خلاص طلعت البسبوسه، وزي ما انتوا شايفين كده قمر وتشهي وجميله وتحفه وطعم وريحه، عايزه اقول لكم مفيش بعد كده. بمجرد ما نزل عليها الشربات زي ما انتوا شايفين كده شربته، وده يقول ان البسبوسه بتاعتك ناجحه جدا، لان البسبوسه المفروض انها تشرب الشربات بأول ما ينزل عليها. لكن لو وقف فوق البسبوسه اعرفي ان في غلط في البسبوسه بتاعتك. بسبوسه ومبسوسه وزي العسل. ألف هنا وشفا لكل اللي هيجرب حاجة. اللايك بتاعك يرفع الفيديو بتاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف هنا.